أهلا بيكي في الجزء الخامس من سلسلة اكتشفي نفسك، رحلتك لفهم ذاتك وقيمك. النهاردة هنتكلم عن حاجة أساسية جدا في حياتنا، وهي القيم اللي بتحركنا. كل واحدة فينا عندها مجموعة قيم بتحددها قراراتها واختياراتها وحتى إحساسها بالسعادة أو بالضغط. بس ساعات ما بنكونش عارفين القيم ديت بوضوح، ودوت بيخلينا نحس ان احنا تايهين أو بالتشتت. في الفيديو هنتكلم عن ازاي تكتشف القيم اللي بتحركك بخطوات عملية وأمثلة من حياتنا اليومية، بحيث تبقي عارفة انتي ليه بتختاري طريق معين بدل التاني، وازاي تكون عندك حياة متوافقة مع قيمك الحقيقية. واحد، يعني ايه قيم وليه مهمة في حياتنا؟ القيم ببساطة هي المبادئ الأساسية اللي بتحركنا، هي الحاجات اللي بنشوفها أهم من غيرها واللي بتأثر على قراراتنا وسلوكنا. مثلا لو عندك قيمة الحرية، هتلاقي نفسك مش بتحب الشغل اللي بيحدد لك كل حاجة ومش بيديلك مساحة من الإبداع. ولو عندك قيمة العيلة، هتلاقي انك بتفضلي وقت مع أهلك أكتر من أي حاجة تانية، حتى لو جالك عرض شغل بمرتب أعلى بس هيبعدك عنهم. طب ليه مهم نعرف القيم ديت؟ لو عشنا بطريقة بعيدة عن قيمنا، هنحس بالضغط النفسي والتوتر وعدم الرضا عن حياتنا، حتى لو كل حاجة شكلها كويس من بره. لكن لو قراراتنا ماشية مع قيمنا، هنحس براحة وسلام داخلي حتى لو الطريق مش دايما سهل. رقم 2، ازاي اكتشف القيم اللي بتحركني؟ اولا، راقبي قراراتك الكبيرة. بصي على اهم قرارات اللي خدتيها في حياتك واسألي نفسك ليه اخترت دوت مش ده. مثلا لو كنتي في شغل كويس وقررت تسيبيه عشان تشتغلي شغل خاص، ايه السبب الحقيقي؟ هل عشان بتحبي الاستقلالية، ولا لانك بتدوري على تحقيق شغف معين، ولا كان الموضوع عن تحقيق الامان المادي؟ الإجابة ديت هتوضحلك القيم اللي بتأثر على قراراتك. فكري في اللحظات اللي كنت فيها مبسوطة بجد. أحسن طريقة تعرفي بيها قيمك هي إنك تسألي نفسك امتى حسيت براحة وسعادة حقيقية، مش سعادة سطحية، لا، السعادة اللي حسيتي فيها إنك في المكان الصح. مثلا لو كنت حسيتي بالسعادة لما ساعدتي حد، ممكن يكون عندك قيمة العطاء. ولو كنت حسيتي براحة لما سافرتي لوحدك، ممكن تكون قيمة الحرية مهمة بالنسبة لك. شوفي ايه اللي بيوترك او بيخنقك. القيم مش بس بتبان في اللحظات السعيدة، بتبان كمان في اللحظات اللي بتحسي بيها بضغط وتوتر. مثلا لو شغل معين بيخنقك رغم انه مثالي على الورق، اسألي نفسك ايه اللي مضايقني بالظبط. لو السبب انك انت حاسة انك محبوسة، يبقى قيمة الحرية عندك عالية. ولو السبب ان الشغل مش بيديلك احساس بمعنى، يعني عندك قيمة او هدف او رسالة. جربي تمرين لو خسرتي كل حاجة، ايه الحاجة اللي مش ممكن تستغني عنها؟ تخيلي انك فقدتي كل حاجة، الفلوس والشغل والوضع الاجتماعي، ايه الحاجة اللي لو فضلت هتخليك تحسي انك لسه على قيد الحياة؟ لو اجابتك كانت عيلتي، يبقى العيلة قيمة اساسية. لو قلتي القدرة على التعلم، يبقى المعرفة والتطوير مهمين بالنسبة لك. ده تمرين بيساعدك تحددي أولوياتك الحقيقية بعيدا عن تأثير المجتمع أو الظروف. رقم 3، عيشي حياة متوافقة مع القيم ديت. بعد ما حددتي القيم اللي بتحركك، السؤال المهم هو طب وبعدين؟ راجعي قراراتك الحالية، بصي على حياتك دلوقتي، هل قراراتك متوافقة مع قيمك؟ لو لأ، فين الخلل؟ مثلا لو قيمة العيلة عندك عالية بس انتي مش بتقضي وقت معاهم عشان الشغل، يبقى في حاجة محتاجة تتغير. لو قيمة الإبداع مهمة بالنسبة لك بس حياتك مليانة روتين، يبقى لازم تدخلي عنصر الإبداع في يومك بأي طريقة. خدي قرارات بناء على قيمك مش بناء على آراء الناس. المجتمع دايما بيحط معايير جاهزة، بس المشكلة ان مش كل معايير ديت مناسبة ليكي. واحدة ممكن تشوف النجاح في وظيفة ثابتة، والتانية تشوف النجاح في المغامرة والتجربة والحاجات الجديدة. المهم انك تحددي نجاحك على اساس قيمك، مش عشان او على اساس توقعات حد. اعرفي ان القيم ممكن تتغير، القيم مش ثابتة طول العمر، مع الوقت والتجارب ممكن تتغير. اولوياتك اللي كان مهم ليكي من 5 سنين ممكن ما يبقاش بنفس الامان، قصدي بنفس الاهمية دلوقتي. وده طبيعي جدا، لان انك
تبقي دايما في حالة مراجعة لنفسك وتسمحي لنفسك تتغير مع الوقت. معرفة قيمك مش مجرد رفاهية، دي حاجة أساسية لو عايزة تعيشي حياة مليانة راحة وسلام. لما تبقي عارفة القيم اللي بتحركك هتقدري تاخدي قراراتك بوعي وتعيشي حياة متوافقة مع حقيقتك مش مع توقعات أي حد تاني. دلوقتي دورك انك تطبقي الخطوات دي اللي اتكلمنا عنها، وتكتشفي القيم اللي بتحركك بجد. وما تنسيش تكتبي في الكومنتات ايه اكتر قيمة حسيتي ان هي مهمة في حياتك. ولو حسيتي ان الفيديو افادك في حاجة شاركيه مع حد ممكن يكون محتاج يسمع الكلام دوت. اشوفك في الجزء الجاي بإذن الله من سلسلة تكتشفي نفسك.